مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بأهم وأبرز العناوين. كلية روتا للطب والعلوم الصحية تخرج 114 طالب بدرجات علمية متنوعة. الجمعية الإريترية للجيولوجيين ومهندسي التعدين تعقد مؤتمرها السنوي. المهرجان يلعب دورا هاما في إحياء صناعة السينما المحلية. لافروف يتهم أمريكا بتزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لاستخدامها في الحرب. مالي ترفض التلويح الأمريكي بالتدخل العسكري. وزير الخارجية الصيني يلتقي نظيره الإيراني ويدعو إلى استئناف المفاوضات. أهلا بكم. خرجت كلية روتا للطب والعلوم الصحية اليوم 25 من يوليو 114 طالب، 60% منهم طالبات بدرجات الدراسات العليا ودرجات البكالوريوس والدبلومات في تخصصات مختلفة. الخارجون هم 18 حاصلا على درجات دراسات عليا في الطب التخصصي، و61 حاصلا على درجة البكالوريوس، و35 حاصلا على دبلومة. تشمل مجالات التخصص الطب الباطني والطب العام والجراحة والأشعة والتصوير الطبي، وطب أمراض النساء والحمل والولادة وعلم الأمراض وطب الأطفال وعلوم المختبرات الطبية والتخدير والتوليد والرعاية الطبية للبالغين، وطب الطوارئ والإغاثة وطب العيون وطب الأسنان. وصرحت ضيفة الشرف وزيرة الصحة أمينة نور حسين بأن الحكومة قد استثمرت بكثافة في القطاع الصحي، شأنها في ذلك شأن جميع القطاعات الأخرى، وأدى بالمحصلة إلى رصد تغيرات ملموسة في الموارد البشرية والمعدات، وبالتالي في الحالة الصحية لشعبنا، مشيرة إلى أنه تم إعداد مبادئ توجيهية وخطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتم العمل عليها بجد. وحثت الخريجين على توسيع معارفهم وتعميقها والتحلي قبل كل شيء بأخلاقيات العمل وتعزيز قدراتهم المهنية، إذ يتطلب الأمر عملا دؤوبا لضمان حصول كل مواطن على الخدمات الصحية الأساسية وتوفير رعاية صحية عامة ملائمة، والأهم من ذلك كله خدمات صحية عالية الجودة. وقال عميد الكلية الدكتور جيتو أمحاغوس من جانبه إن الموارد البشرية تعد إحدى أولويات البلاد، وقد استثمرت الحكومة الإريترية بكثافة لضمان استمرارية وجودة التعليم المقدم، وتقوم بمهمة هامة لضمان تقديم خدمات طبية عادلة من حيث التغطية والنطاق، معربا عن ثقته بأن الخريجين سيقدمون مساهمة مهنية مخلصة. وقال ممثل الخريجين إن يوم التخرج يجسد المسؤولية الجسيمة التي ألقاها الشعب والحكومة على عاتقهم بعد أن استثمروا فيهم استثمارا كبيرا، مؤكدا بأنهم سيقومون بدورهم للارتقاء بالخدمات الصحية في البلاد إلى المستوى المنشود. وتم تسليم الميداليات والشهادات للحاصلين على أعلى الدرجات خلال الحفل. وفي الختام أدى الخريجون قسما لخدمة شعبهم بما يمتلكونه من معارف ومهارات. عقدت الجمعية الإريترية للجيولوجيين ومهندسي التعدين مؤتمرها السنوي تحت شعار التكامل المهني لبناء قيم مشتركة في قطاع التعدين يومي 24 و25 من يوليو في العاصمة أسمرة. وفي كلمته الافتتاحية قال رئيس الجمعية السيد دانيال ولد يوهنس إن المؤتمر يعد تذكيرا بأن التنمية المستدامة لقطاع التعدين لا تعتمد فقط على التميز التقني، بل أيضا على التواصل والتبادل المعرفة والمهنية والالتزام المشترك بالتطوير المهني. وأشار إلى أن شعار المؤتمر يعكس إحدى مهام الجمعية المتمثلة في الجمع بين الجيولوجيين ومهندسي التعدين لتبادل المعرفة والخبرات وضمان مساهمتهم للمسؤولية في التنمية المستدامة لقطاع التعدين في إريتريا. وقدمت 14 ورقة بحثية في المؤتمر، وجرت مناقشة موضوعات شملت تقييم الأثر البيئي ومشاريع التنمية ونبذة عن مؤسسة بشر للتعدين ومعالجة الفوارق وخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع التعدين الإريتري وتطورات مؤسسة زارا للتعدين والوضع العام لصناعة التعدين في إريتريا.
كما جرت مناقشة دور المتخصصين في قطاع التعدين في تعزيز الوعي العام وآفاق وتحديات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. وتأسست جمعية الجيولوجيين ومهندسي التعدين الإريتريين في ديسمبر 2019 وتضم أكثر من 300 عضو مسجل. قال المنظمون إن قرية الأفلام التي تعرض أعمالها في المهرجان الوطني للعام الثالث تلعب دورا مهما في نهضة الإنتاج السينمائي في البلاد. وصرح السيد سامي الهبتمريم رئيس لجنة الأفلام بمهرجان إرتريا لعام 2026 بأن قرية الأفلام تؤدي دورا إيجابيا في استعادة الأنشطة السينمائية التي تأثرت سلبا بانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إنه من المهم إنشاء منصة تتيح لمجتمع صناعة الأفلام الالتقاء، والأهم من ذلك رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الجمهور في هذا المجال. وقال إن مجال السينما عميق وواسع، مضيفا أن الأفلام التي تطرح للجمهور لا تعكس بدقة التحديات التي يتعين التغلب عليها، مشيرا إلى أن ذلك لا يتيح فهم الجهود والتقدم المحرز في هذه العملية، مؤكدا أن قرية الأفلام يمكن أن تعالج نقص الفهم في هذا المجال. وصرح الفنان كيفن تولدي الذي قدم عرضا حول دور المكياج في مجال السينما بأن المكياج يعد جزءا مهما من صناعة الأفلام، إذ يمكن الممثلين من تجسيد شخصياتهم على النحو الصحيح، كما دعا إلى تهيئة الأرضية المناسبة لهذا المجال. من جانبهم قال الزوار إنهم وجدوا أن محتوى قرية الأفلام يعكس خلفية السينما في البلاد والمستوى الذي بلغته، مذكرين بضرورة بذل جهود جادة لزيادة وعي المجتمع بصناعة السينما. ويقدم معرض قرية الأفلام الذي أطلقته مفوضية الثقافة والريادة ضمن فعاليات مهرجان عام 2024 لمحة تعريفية حول ركن مهرجان الأفلام والفن السينمائي والأزياء والمكياج وغيرها من تقنيات وفنون صناعة الأفلام. تمت الإشارة إلى أن المحتوى الذي تعرضه مؤسسة الغلال والمواشي في مهرجان إرتيا 2026 يعكس النتائج العملية لبرامج التنمية الزراعية، ويجسد الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني. وأوضح القائمون على جناح المؤسسة المعروضات التي تضم مجسمات وصورا ومواد والتضحية تستعرض السدود الكبرى التي أنشئت خلال السنوات الماضية، إلى جانب المشروعات الزراعية التي تنفذها المؤسسة في مختلف أنحاء البلاد، بما يشمل إنتاج الألبان ومشتقاتها واللحوم والحبوب والخضروات والفواكه، بما يتيح للزوار الاطلاع على مسيرة التنمية الزراعية بصورة شاملة. وأشار عدد من الزوار إلى أن الجناح يقدم صورة واضحة عن حجم الإنجازات المتحققة في القطاع الزراعي، ويسهم في التعريف بمختلف المنتجات الوطنية وجهود تطويرها. من جانبهم أوضح مسؤولو المؤسسة أن المنتجات المعروضة تمثل ثمرة برامج التنمية الزراعية الرامية إلى تعزيز الاعتماد على الذات، مبينين أن المؤسسة توفر للمواطنين منتجات متنوعة بأسعار مناسبة تشمل الحليب المبستر والأجبان بمختلف أنواعها والزبدة واللحوم، إضافة إلى الفواكه مثل البرتقال والمانجو والبابايو والأفوكادو. كما يضم الجناح عروضا توثق مراحل تطوير الصناعات الزراعية، من بينها الإنجازات التي حققها مصنع ألبو للصلصة واستخدام معدات حديثة لحلب الأبقار، إلى جانب الجهود المبذولة لضمان توفير الأعلاف الخضراء، وذلك عبر صور ثابتة وعروض مرئية تبرز تطور القطاع الزراعي في البلاد. اختتمت فعاليات مهرجان الارتين المقيمين في هولندا الذي يقيم يوم 18 و19 من يوليو بمدينة أمستردام وسط مشاركة جماهيرية واسعة وأجواء وطنية متميزة. وافتتح المهرجان سفير دولة إرتريا لدى الاتحاد الأوروبي والدول البنلوكوس السيد نجاسي كاسا بحضور عدد من المسؤولين وأبناء الجالية الإرترية. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون القنصلية السيد كبراب تولدم أن المشاركة الكبيرة التي شهدها المهرجان ينبغي أن تقترن بإسهام فاعل في المشاريع التنموية المخطط لها باعتبار ذلك واجبا وطنيا. كما قدم السفير نجاسي كاسا خلال ندوة عقدت على هامش المهرجان عرضا تناول الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب أهمية تعزيز التنظيم والإسهام الذي تطلع به الجاليات الإرترية في تنفيذ البرامج التنموية.
وشهد المهرجان الذي استمر يومين تنظيم مسابقات رياضية وعروضا للأزياء التراثية لمختلف القوميات الإريترية وبرامج الأطفال، إضافة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة. واختتمت الفعاليات بعروض فنية وثقافية قدمتها فرقة فنية ذهبت من إريتريا، أضفت أجواء مميزة على المهرجان السنوي. أكد مكتب التعليم في القطاع الجنوب الشرقي بالإقليم الأوسط خلال اجتماع تقييم عقد في 23 من يوليو أن نسبة الالتحاق بمرحلة التعليم ما قبل المدرسي تواصل تسجيل نمو ملحوظ. وأوضحت مديرة المكتب الأستاذة أسكالو في السهية أن مستوى مشاركة الأطفال في العملية التعليمية يعد مشجعا بصورة عامة، مشيرة إلى أن الأنشطة المنفذة لتحسين جودة التعليم أسهمت في تعزيز عمليتي التعليم والتعلم. ويبين التقرير المقدم خلال الاجتماع أن الحملة التي أطلقتها الحكومة لتوسيع التعليم ما قبل المدرسي تحظى باهتمام واسع نظرا لأهميتها في تنمية الأطفال، موضحا أن نسبة الالتحاق بهذه المرحلة ارتفعت بنحو 10% خلال العام الماضي. من جانبه أكد مسؤول الإدارة والمالية بفرع التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولد السلاسي أن الأنشطة المنفذة حققت نتائج مشجعة، داعيا إلى مواصلة العمل للحفاظ على مستوى الأداء والنتائج المحققة. وأوصى المشاركون بتعزيز التعاون بين أولياء الأمور والطلاب والمعلمين والحد من ظاهرتي التسرب والانقطاع عن الدراسة، وتوسيع برامج تدريب المعلمين وتقييمها بصورة دورية، وضمان توزيع المعلمين في الوقت المناسب، وزيادة الاهتمام بمرحلة التعليم الأساسي إلى جانب استكمال النواقص في الوسائل والتجهيزات التعليمية. ويضم الجنوب الشرقي بالإقليم الأوسط الذي يشمل مديريات سنبل وججرة وزبندة وغودايف 42 مدرسة تقدم خدمات التعليم بدءا من مرحلة التعليم ما قبل المدرسي وحتى المرحلة الثانوية. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تفضل التسوية السياسية، لكنها لا تستطيع فعل أي شيء إذا وافقت الولايات المتحدة على تقييمات القادة الأوروبيين وأوكرانيا بأن اتفاقيات قمة أنكوريج ألاسكا قد دفنت. إلى ذلك أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الولايات المتحدة أكدت أن فلاديمير زيلينسكي سيتخذ الخطوات اللازمة لتسوية النزاع، لكن ذلك لم يحدث، معتبرا أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لاستخدامها في ساحة المعركة. وقال لافروف في إطار تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن فشل مقترحات التسوية الأوكرانية التي قدمت في القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا بالنسبة لفشل اتفاقيات أنكوريج، ربما نحتاج إلى فهم من فشل بالضبط، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذهب إلى ألاسكا لحضور القمة مع المقترحات الأمريكية التي وافق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي وافقت عليها روسيا أيضا. وجهت مالي رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعت فيها إلى احترام سيادة مالي ورفض أي تدخل عسكري أحادي الجانب على أراضيها، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن احتمال دراسة واشنطن خيارات عسكرية في البلاد. وأكدت أنها تتابع بقلق الأنباء المتعلقة بإمكانية تنفيذ تدخل عسكري أمريكي في مالي، معتبرة أن أي خطوة من هذا النوع قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتمثل مساسا بسيادة الدولة وحق الشعب المالي في تقرير مستقبله. كما حذرت الرسالة من ربط أي تحرك عسكري بمصالح اقتصادية أو تجارية، مشددة على أن مالي لا ينبغي أن تتحول إلى ساحة لصراعات دولية أو تنافس على الموارد. التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الإيراني سعيد عباس عراقجي، داعيا خلال اللقاء إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت وتنفيذ مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج. عقد اللقاء على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منطقة شنغهاي للتعاون. وقال وانغ وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوترات مجددا في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.
وأوضح أن مذكرة التفاهم الموقعة قبل أكثر من شهر كانت نتيجة قيمة لجهود الوساطة التي بذلتها أطراف متعددة، وعكست تطلعات الشعب الإيراني والشعوب الأخرى في المنطقة إلى السلام والاستقرار. من جانبه اطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره الصيني على أحدث التطورات في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وحث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها والتحلي بضبط النفس والعمل مع إيران لتحقيق الهدف نفسه والسعي إلى حل معقول. قتل 15 شخصا على الأقل في هجوم بسيارة مفخخة استهدف حاجزا أمنيا في ولاية خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان المحاذي لأفغانستان، وفق ما أفاد الجيش. وقال الجيش في بيان إن 12 عسكريا وشرطيين 2 وموظفا قتلوا حتى انفجرت سيارة مفخخة عند الجدار الخارجي للحاجز. وأشار إلى مقتل 12 مسلحا خلال الهجوم الذي وقع في إقليم تانك، ولم تتبنى أي جهة الهجوم حتى الآن، علما أن حركة طالبان الباكستانية تنشط في هذه المنطقة. وتحمل إسلام أباد مجموعات متمركزة في أفغانستان مسؤولية تكثيف الهجمات في المناطق الحدودية في باكستان، لكن السلطات الأفغانية نفت هذا الأمر مرارا. نختم هذه النشرة مشاهدينا في كل مكان بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية تخرج 114 طالب بدرجات علمية متنوعة. الجمعية الإرثية للجيولوجيين ومهندسي التعدين تعقد مؤتمرها السنوي. المهرجان يلعب دورا هاما في إحياء صناعة السينما المحلية. لافروف يتهم أمريكا بتزويد أوكرانيا بمعلومات استخبارية لاستخدامها في الحرب. مالي ترفض التلويح الأمريكي بالتدخل العسكري. ووزير الخارجية الصيني يلتقي نظيره الإيراني ويدعو إلى استئناف المفاوضات. هكذا سادتي سيدات نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.